السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ سهرانين كاملين كنشجعوا المنتخب ديالنا ضد اسكتلندا. عارف باللي هاد الوقيته بالذات والقلوب كتضرب بالجهد، وكل واحد فينا كيتمنى نشوف المنتخب ديالنا في افضل صوره. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الكره هي هادي، فيها الرباح وفيها الخساره، ولكن اللي كيبقى هو الحب ديالنا لهذا الفريق ولهذا المنتخب. اليوم حنا هنا باش نساندوهم، باش نكونوا معاهم ونعيشوا هذا الماتش بروح رياضيه. مهما كانت النتيجه، المنتخب كيبقى منتخبنا، وحنا ديما مساندينه. خلونا نستمتعوا بالماتش ونخليو الاعصاب في اتساع. ان شاء الله تكون فرحه كبيره ان شاء الله الرحمن الرحيم لينا كاملين. ويلا بسم الله نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين. Hoje Marrocos tem uma seleção melhor. اليوم المغرب لديه خيارات افضل من البرازيل. هذا الدراري هذا راه محلل برازيلي كيعترف للمغرب انه افضل. Que a seleção brasileira. Então o resultado foi normal. Perdeu 2-1, resultado ما كانش غادي يكون متفاجئ لو كان خسرت البرازيل بجوج لواحد، غتجي عاديه، absolutamente normal. Uma seleção de Marrocos. لان المنتخب الوطني المغربي افضل من المنتخب البرازيلي. ولكن الموضوع ديالنا اليوم هو الموضوع ديال اسكتلندا. فما بالك ان محلل برازيلي كيشيد وكيعترف بان المغرب اقوى، وغادي نجيو لاسكتلندا وغنبداو نفكروا بزاف. لا، اسكتلندا الدراري راه منتخب بسيط، راه ما كاينش شي حاجه، غادي نربحوهم ان شاء الله وبنتيجه ثقيله ان شاء الله الرحمن الرحيم. Marrocos melhor que a seleção nacional do Brasil. ما هو السر الذي جعل المنتخب المغربي ينتقل من المركز 82 عالميا سنة 2014 الى المركز السابع عالميا 2026؟ لا سي، راه المركز السادس حاليا المغرب كيحتل المركز السادس تحت البرازيل وفوق البرتغال. المنتخب اليوم راه حاجه اخرى الدراري، ما تنساوش 2022 راه كان هو الرابع عالميا، ولعب نفس النهائي، ولعب نهائي كاس افريقيا. كل 20 سنه بقياده وهبي ربحنا كاس العالم ضد الارجنتين. المركز السابع عالميا، أي في فترة 12 سنة فقط. قبل أيام قليلة كان افتتاح كأس العالم في القارة الأمريكية وانطلاق مباريات صراحه ذاك الافتتاح بسيط مقارنه مع الافتتاح اللي داروا المغرب في كاس افريقيا يعني مؤخرا. جنونية. إسبانيا الرأس الأخضر، ألمانيا كوراساو، والمباراة الأولى للمغرب مع البرازيل. كانت المباراة وكأنها تلعب في البلاي ستيشن أو نهائي كأس العالم. والدراري صراحه يعني علاش ما كاينش تخوف من اسكتلندا؟ لان المنتخب الوطني المغربي يعني الان كنشاهدوا واحد العقليه اخرى، ماشي عقليه وليد الركراوي، لا، هذه عقليه ديال وهبي كيبغي السيطره، يسيطر بالطول والعرض. ثاني حاجه كيعتمد على التمريرات، يعني التيكي تاكا، ماشي مفهوم التيكي تاكا ان ديال البارسا، لا، هذه صناعه مغربيه محليه من طاقم مغربي ولاعبين مغاربه. ايوا تصور معايا، وغنجيو اليوم غنخافوا من اسكتلندا؟ ما يمكنش. بأسلوب تيكي تاكا واللعب الجماعي. وفي كل مرة يعاد طرح السؤال: ما هو السر؟ كيف استطاعوا الوصول لهذا التقدم؟ دراري، السر هو صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وايده. السر الثاني هو فوزي القجع. السر الثالث اللي كيجمع محمد السادس نصره الله وفوزي القجع هو اكاديميه محمد الثالث لكره القدم والجامعه الملكيه لكره القدم. هذا هو السر، وتنظن هذا هو السر راه يهضر عليه. الكبير في فترة زمنية قصيرة جدا، وحصدوا ألقاب عالمية منها كأس العالم لا، ماشي فتره قصيره، ماشي فتره قصيره. بدا التبني ديال الاكاديميه راه قبل 2020 تقريبا، قبل 2020 ولا 2016 تقريبا، هكا تقريبا، وربما يعني مأكدش 100%. ولكن
2015 2016 المهم من هذيك الجهه بدات الاكاديميه. نايف اكراد وناحي نصيري هادو كلهم تتلمذوا ولعبوا في الاكاديميه. المركز الرابع كأس إفريقيا آفكون 2025، رقم قياسي لكأس إفريقيا للمحليين الشان ب3 ألقاب، كأس العرب 2012-2025، كأس العالم تحت سن 20، كأس حسب شحال إفريقيا تحت السن 17 سنة، كأس إفريقيا تحت السن 23، وأكثر من ذلك تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي حازته إيطاليا لسنين كالفريق صاحب أطول سلسلة فوز بدون هزيمة إلى اليوم. في ديسمبر لحد الساعة المغرب صاحب أكبر سلسلة بدون هزيمة ومحطم جميع الأرقام القياسية الحادية هو المنتخب الوطني المغربي، وما جاش من فراغ، لم يأتي من فراغ. اليوم حنا كنهضروا على المنتخب الوطني وغيلعب اليوم ضد اسكتلندا ومرتاحين، والله مرتاحين عادي. راه ماشي اسكتلندا هي البرازيل، راه الانسان ما يقارنش، راه عادي اسكتلندا راه عادي ناس. 2022 بدولة قطر دخل المغرب كأس العالم كممثل عن قارة إفريقيا، لكنه وباعتراف الجميع حتى المغاربة أنفسهم لم يكن هناك أمل كبير، اللهم خروج محبط من الأدوار الأولى، وهو الشعور الذي تشارك فيه معظم المغاربة والأفارقة والعرب. لكن وليد الركراكي ذلك المدرب الذكي بالإضافة وليد الركراكي، تحية لوليد الركراكي، الدراري حيوا معنا وليد الركراكي صراحة. راه أعظم ما درب المنتخب الوطني المغربي لحد الساعة باقي ما شناش وهبي مع المنتخب الوطني الكبار. دار انجاز وهبي مع المنتخب الوطني اقل من 20 سنه وفاز بكاس العالم، وكان يعني صراحه مع فرحه كبيره بزاف. ولكن ما نساوش راس لافوك، ما نساوش اصاحبي، انا ما ننساش اللي عطانا هذا السيد هذا، ما عطاناش شي مدرب اخر. وصلنا للنهائي ديال كاس العالم، شيء كبير اصاحبي، شيء كبير يا عمري. كل الاحترام والتقدير للسيد وليد الركراكي. إضافة للاعبين ميكس بين المحليين والذين ولدوا ويعيشون في أوروبا، منهم حكيم زياش، أشرف حكيمي، سفيان مرابط، يوسف نصيري. كان لديهم خطة مجهزة لم يعلم بها أي أحد. في 2022 كأس العالم بقطر قيل حينها وصدقها الكثيرون بأن وصول المنتخب المغربي لذلك المستوى كان بمحض الصدفة، وحتى لا، لم يكن صدفة. كل ما فعله المنتخب الوطني المغربي كان عن دراسة وعن تبني كي يصبح المنتخب كما نراه الآن. الكثير من المغاربة كانوا يقولون ذلك، لكن بعد مباراتهم الأولى مع البرازيل قبل 3 أيام انهارت سردية الصدفة والحظ، وأصبح واضح أن هناك شيء ما في الكواليس. المنتخب الوطني ضد المنتخب البرازيلي، انا ما غاديش نزيد نهضر بزاف على هذا الماتش هذا، لانه الصحفي البرازيلي يعني اعتراف ضمني مسجل امام الملايين يأكد بان المنتخب الوطني المغربي افضل من البرازيل. ما تنساوش الماتش اللي تلعب ضد البرازيل راه ما تلعبش 100%، لان دور المجموعات محمد وهبي ما تيغامرش هذيك التغامره كامله باش يلعب الفرقه كامله. المهم لعب بالفرقه راه 11، وديك 11 هي اللي غتبقى، هي اللي غيكمل بها المشوار. ولكن نقولوا لعب 70% 75%، ما لعبش 100%، لان ما يمكنش انت تغامر 100%. يقدر يوقعوا بزاف د الحوايج، اصابات، ذاك الاجهاد، بزاف د الحوايج. لهذا راه وهبي غادي في الطريق وشاق طريقه وحنا معاه، وراه ان شاء الله تنحقوا ان شاء الله. دراري ما بقيناش نشوفوا نفس النهائي، عندنا تنشوفوا الكاس. هناك سر مخفي عن الناس، وهذا ما سأشرحه لكم في هذا الفيديو. القصة والصدمة بدأت بفوز تاريخي على بلجيكا ب2-0 واه جوج زيرو بلجيكا، حبة المشماش زياش. صدقنا حتى هزمنا إسبانيا في الدور 16. الملاعب كانت تهتز بمقولة سير سير، والأعلام المغربية سير
المغربية كانت تملأ المدرجات وكأنها بحر أحمر. في تلك الفترة أنا شخصيا كنت في قطر وأحضر تلك المباريات، وكانت لأول مرة انا شاهد المباراه الدراري، ولكن شاهدتها عبر التلفاز صراحه. وكنت يعني ما نوصفش لكم الشعور ديالي. في حياتي أشاهد مباراة كرة قدم بشكل مباشر، بل لأول مرة في حياتي أدخل لملعب. كنت أعتقد أن ما حدث مجرد مصادفات، ودك البركة ديال الحظ ستنتهي مع البرتغال بطل أوروبا السابق بقيادة كريستيانو رونالدو. واذا به النصيري كيقفز قفزه اكثر من ديال رونالدو. خرج رونالدو تيبكي يا صاحبي. عالم. بالإضافة لامتلاكهم لاعبين أقوياء، ففكرت أنا وصديقي أن نحزم حقائبنا ونغادر. فقال لي دعنا نتابع هذه المباراة فقط ونرى ما سيحدث. وفعلا شاهدناها، وليس لنا أمل كبير بأننا سنفوز، لنصدم بهزيمة المغرب للبرتغال في النصف النهائي بنتيجة 1-0. كان شيء جنوني لا يصدق. وهكذا إلى أن وصلوا إلى النصف النهائي ضد فرنسا كأول نعم، وصلنا ضد فرنسا. والهضره اللي بغيت نقول لكم الدراري، يعني بس ما تنساوش الماتش ديال النصف النهائي ضد فرنسا وصلنا مهلوكين، كاع اللاعبين مهلوكين تقريبا، يعني جل اللاعبين كانوا مهلوكين. ورا لهذا فوهبي عنده التجربه وعنده التقنيه وعنده التفكير السليم كي يذهب بهذا المنتخب الوطني بعيدا ان شاء الله. هو راه بعيد، راه في امريكا. منتخب إفريقي أمازيغي عربي يصل إلى هذا المستوى في التاريخ. الإعلام الأوروبي والعالمي وصف هذه الحالة بالمعجزة. عاد المنتخب إلى المغرب باستقبال أسطوري، وأصبح واه، استقبال اسطوري من صاحب الجلاله محمد السادس، استقبال اسطوري من كافه المغاربه، صغيرهم كبيرهم شيوخهم نسائهم رجالهم، الكل احب هذا المنتخب. الكل 2022 نقطة تحول كبرى. كيف حدث هذا؟ كيف تحول المنتخب المغربي الذي كان يعاني لسنوات من الإحباط والفشل إلى سابع أفضل منتخب في العالم في وقت قياسي؟ في ذلك الوقت كانت بعض الأصوات والآراء تقول أن هذا النجاح ما هو إلا ضرب من الحظ، ومع نهاية المونديال ستعود الأمور كما كانت. وطبعا لهم كل الحق في قول ذلك. نعم، لانهم لا يدرون، لانهم ما عارفينش ما وراء الستار، ما يعني كيف اصبح المغرب هو هكذا. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه. وانا قلت لكم من قبل جوج نقاط: الاكاديميه والجامعه. لأنه إنجاز تاريخي معجز. لكن وعلى عكس المتوقع لم يخفت هذا النجاح، بل ازداد صعودا في كل مرة وكل بطولة، بل وبلغ كأس العالم أمريكا بنفس المستوى. هنا بدأ الناس بالحفر والنبش والتحقيق، واستعملوا كل طرق البحث التي ستوصل لمكان واحد: الجامعة الملكية لكرة القدم، المؤسسة التي يقودها فوزي لقجع. فوزي القجع فوزي القجع فوزي القجع هو ما فعله في الجزائر، هو ما دار والو في الجزائر صراحه. هو راه ما والو، ولكن اخواتي خلعوا صراحه. والله اخويا لا تيمشكلهم بالله. بتوجيه مباشر من الملك محمد السادس. شو العظمه كي دايره، شو العظمه كي دايره. الله ينصرو، الله ينصرو، الله يشافيه، الله يحفظه. طيب ما هو السر وراء هذا الصعود الصاروخي؟ في الستينات والسبعينات كان المنتخب المغربي قوي في افريقيا، تأهل الى كأس العالم 1970 في المكسيك، وكان اول منتخب يفوز بمباراة في كأس العالم ضد بلجيكا. في وموراها في 76 كاس افريقيا. 1986 وصل الى الدور. وفي 1986 لعب لعب في كاس العالم، ربما في امريكا نيت. دور 16. لكن مع بداية الألفية الجديدة بدأ الانهيار، مشاكل إدارية بالجملة، نقص في البنية التحتية، هجرة من الدراري من 98 صراحه، من 98 يعني من لعب المنتخب. دابا راه شوف، نرجعوا غنهضروا على الموضوع ديال اسكتلندا. المغرب لعب ضد اسكتلندا في 98 وهضرنا عليها في الفيديو. اللي الدراري ما شافوش الفيديو السابق يرجعوا ليه يشوفوه، وكنا هضرنا ناقشنا هذه القضيه هذه ديال المنتخب الوطني اللي كان لعب ضد اسكتلندا وفاز عليها ب3-0. وسبحان الله، يعني هي كتعاود في 2026 ضد اسكتلندا يعني تقريبا في نفس المجموعه. اللي مغير هو النرويج وبدلا من هايتي.
المواهب نحو أوروبا وعدم وجود أي رؤية طويلة الأمد. كانت دائرة مفرغة من الفشل. المنتخب يتأهل أحيانا إلى كأس العالم لكن لا ينتظر منه الكثير. لا ينتظر منه الكثير. يعني كانت الطفرة الوحيدة بقيادة بادو الزكي في 2004، يعني عندما لعب نفس النهائي في تونس طرابلس، وكان خسر النهائي. كان فهامي والحارس الزايري والشماخ والبقية راكم عارفين الدراري. كانت هذيك هي آخر مرة، وكانت آخر ما فعله المنتخب الوطني من إنجاز. الكاد يشم القليل من هواء البلد المنظم ثم يحزمون حقائبهم ويعودون أدراجهم بخفي حب. حتى أن ليس ديك الساعة فيما تيمشي المنتخب يلعب كاس افريقيا ولا كاس العالم تيقولوا صافي تيخليو الطياره مدي ماريا، فهمت؟ هذه كانت مشهوره هذه الكلمه، هذه كان كاع الناس كتقولها، انه راه المغرب كيوصل تما البلد المنظم وكيبقى الطياره مدي ماريا، لانه معروف بلي المغرب غيخرج بالزربه. حنين. كان الشعور المنتشر بين الناس العاديين وحتى المثقفين والمحللين أن المغرب يمتلك المواهب الخام لكنه لا يحتاج إلا لنظام متكامل لصقلها. كان تحتاج لضبط قابليه، واكثر حاجه هي الطموح، واللي خلى المغاربه 2022 والمغاربه حاليا ان شاء الله غنحققوا كاس العالم ان شاء الله. ثقوا في الدراري، راه نقدروا نحققوا كاس العالم باذن الله. الرجل الذي حمل هذا المشروع على كتفيه وكان قلبه النابض هو جلالة الملك محمد السادس. في 2009 دشن الملك أكاديمية محمد السادس. فوالا انا كنت قلت في الاول واقع في 2015 ولا سميتو، ولكن كيصحح صاحب القناه مساحه انها 2009 باش بدات الانطلاقه ديال اكاديميه محمد السادس لكره القدم في مدينة سالة الجديدة على ضفاف نهر أبي رقراق بتكلفة تجاوزت 13 مليون يورو أي حوالي 65 مليون دولار وبمساحة تقارب 18 ل 30 هكتار. كان الهدف واضح: بناء منظومة تحول كرة القدم المغربية من هواية ورياضة إلى صناعة محترفة كاملة الأركان. لم تكن هذه الأكاديمية مجرد مكان للتدريب أو تقديم النصائح وصقل المهارات، بل كانت مشروع تعليمي رياضي متكامل الأركان يصنع اللاعب من الطفولة مثل ما تصنع السيارة من الصفر في المعمل. نعم، هو يسمى مصنع محمد السادس لكرة القدم، هكذا سنسميه. الأطفال الأكثر جذبا كانوا في المدن والقرى الريفية أو حتى الأحياء الشعبية، يأخذهم آباؤهم ويدخلونهم للأكاديمية. هناك يحصلون على تدريب رياضي عالي المستوى وتعليم مدرسي متميز. توجيه والانضباط، وثاني حاجة الاستمرار، انضباط واستمرار. هادو جوج عوامل كيخليو الواحد ينجح، وفعلا هذا هو اللي خدم عليه المغرب. باش كنشوفوا دابا حاليا، باش كنا شفنا يوسف النصيري، باش كنشوفوا حاليا أناحي، وباش كنشوفوا حاليا نايف أقرب، وتغذية ومرافق طبية حديثة. لذلك ستلاحظون بأن حوالي 90% من اللاعبين الذين سطع نجمهم يأتون من أسر متواضعة أو يمكن أن نقول فقيرة. الأكاديمية تحتوي على ملاعب عشب طبيعي وصناعي وقاعات الجيم وحتى برامج للعلاج النفسي، والمتخرجين من هذه الأكاديمية أصبحوا يلعبون في الفرق والدوريات الأوروبية المتطورة. ربما أحد أجمل الأمثلة الحية هو نجم مباراة المغرب والبرازيل أيوب بوعدي. أيوب بوعدي، وما أدرك أيوب بوعدي. طفل شاب صاحب 18 ربيعا 18 سنة. لاعب وسط يبلغ من العمر 18 سنة، يلعب مع نادي لوسكليل الفرنسي، واحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية. ولد في فرنسا لكنه اختار تمثيل المغرب قبل كأس العالم 2026 بفترة. المغاربة تيبغيو بلادهم، والله المغاربة راه تيبغيو بلادهم بزاف، ماشي شويه. ما كاينش شي مغربي ما تيبغيش بلادو. قصيرة. كان أيوب هو اللي حار عليه، والله اللي حار عليه ما تيبغيش بلادو، ولكن راه المغاربه كامل تيبغيو بلادو. نجم المباراة لعدة أسباب. أولا لسنه الصغير 18 سنة، يمكن القول بأنه مراهق، ومراهق اسم على مسمى لأنه أرهق لاعبي منتخب البرازيل الذي اسمه لوحده يشكل هيبة في عالم كرة القدم، لكنه كان يلعب بكل هدوء وانسيابية وكأنه يلعب مع أصدقائه في الشارع أو الحي. أيوب على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف بل ولم يصنع أي هدف، إلا أنه كان أكثر شخص تتكلم عنه الصحافة والإعلام، وكنت ترى صوره في كل مكان في السوشيال ميديا، في الفيسبوك. واه دري دير بوم، والله يحفظه، والله
الله يحفظه صافي، والله العظيم. الله يحفظه لوالديه المغرب، المنتخب، الله يحفظه من العين، الله يجعل عيننا باردة عليه فيسبوك، تويتر، انستغرام. السبب وعين العرب باردة عليه. أنه كان ورقة الجوكر التي سببت تفوق المغرب تكتيكيا في وسط الملعب. سيطر أيوب على إيقاع اللعب في الوسط ومنح المغرب القدرة على الاحتفاظ بالكرة أمام البرازيل. كانت تمريراته دقيقة تجاوزت 90%، بل كان الأكثر لمسا للكرة تقريبا بين لاعبي المغرب. حتى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اعترف بأن البرازيل عانت كثيرا في الشوط الأول. صراحة يعني راه يعني في 2022 كان المغرب لعب الماتش ضد اسبانيا، وكان لويس انريكي كيهضر على أناحي شكون هذاك الثمانية، وحاليا شكون هذاك الدري، شكون هذاك بوعدي. الآن نعود للجامعة. الملك لم يتوقف عند فرع سلا، بل دعم توسيع المشروع ليشمل كل المدن المغربية، وأعطى أوامره لتجديد الملاعب القديمة لتأخذ مواصفات عالمية، وإنشاء مجمع تقني بالمعمورة بتكلفة 70 مليون دولار. هذا التمويل أعطى الجامعة دفعة وثقة هائلة لتنفيذ كل مخططاتها. وبما أننا نتكلم عن كرة القدم المغربية، فأكثر شخص يذكر هو فوزي لقجع. تولى رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عام 2014. هذا هو السبع، هذا هو السبع ديال المغاربه، هو هذا راه هو في الصفوف الاماميه. هذا ما هذا السيد هذا راه يعني خير كبير على المغاربه وعلى الكره المغربيه، خير كبير على الكره المغربيه. هذا السيد هذا ماشي عطا من جيبه ولا شي حاجه، لا، ولكن هذا برافو عليه. الجزائر تترعد انت تسمع فوزي لقجع، والله الا كيترعدوا اعلامهم في اي بلاصه كيذكروا فوزي لقجع. مصر حتى هي كلهم كاع تقريبا كاع الدول الافريقيه العربيه تيخلع فوزي لقجع، تيخلع. وازدادت ثقة الملك فيه في 2017. تحت قيادته تحولت الجامعة إلى مؤسسة محترفة ذات رؤية عالمية. أول ما فعله فوزي لقجع هو بناء مشروع طويل المدى يغطي كل الفئات، رجال، نساء، شباب وفتيات. فرض على الأندية إنشاء أكاديميات شبابية، وطور الإدارة التقنية، وأطلق برامج عالية برافو لقجع المستوى لتكوين المدربين. في فترة اسمع اللي ما تعرفش شنو تيدير بفوزي لقجع يسمع شنو كيدير فوزي لقجع. كواليس قصيرة بنى أكثر من 20 مركز تدريب إقليمي، وتعاون مع الفيفا لبناء ملاعب مصغرة. في 2022 غير مونديال قطر كل شيء. كان المستفيد الأكبر ليس الفائز الأرجنتين ولا حتى البلد المنظم قطر، بل كان المستفيد هو المغرب. طوال ذلك الوقت كان في قمة هرم عمليات البحث على الإنترنت. أصبح الرابع في البطولة والثامن أفضل منتخب في العالم. كانت استراتيجية حاليا هو السادس، حاليا هو السادس عالميا. ومبدأ فوزي لقجع عبقرية، وهي باختصار العمل المؤسساتي أهم من الأشخاص. كان يرفض بالمطلق التركيز فقط على المنتخب الأول، بل بنى قاعدة عريضة من الفرق، والنتيجة نجاحات مذهلة في فرق. فعلا دابا المنتخب ديك الساعه، المنتخب الوطني الكبير يعني صعيب باش غتبدل انت عقليه ديال واحد عنده 30 سنه ولا 27 سنه ولا صعيب باش تبدل له عقليته. ولكن هو بحال نقولوا استثمر في الزريعه، فهمت، باش يربيها كيما بغا هو، باش تستوعب كره القدم، باش تشرب هذيك كره القدم، باش تعيش كره القدم صباح وعشيه. هذوك الدراري الصغار اللي كاينين في الجامعه، في الاكاديميه ديال كره القدم، راه كيبقاو تم، راه كيمشيو يزوروا والديهم من فين دو سومين ولا من شهر. ديك الساعه كيشوفوا الدراري ولا فيهم الانضباط، ماشي كيشوفوهم، راه هما كيقريوهم على الكره. فرق ومنتخبات من كل الفئات والأعمار، وفي كل البطولات سواء الدولية والقارية، حتى أن الفيفا بنفسها وصفتها بالثورة المتكاملة. يمكن
اعتبار أكاديمية محمد السادس هي جوهرة التاج. منذ 2009 أنشلت جيل جديد وفريد من اللاعبين يجمعون بين المهارة العقلية والبدنية، وأهم شيء تدريب على الطريقة الأوروبية مع الاحتفاظ بالهوية المغربية. قدمت الجامعة عقود رعاية كبيرة وتسويق عبقري عبر كل الوسائل والطرق الحديثة. تم ضخ استثمار ضخم في البنية التحتية استعدادا لمونديال 2030 الذي سيكون بالتشارك بين إسبانيا، البرتغال والمغرب. كان أحد أكبر أسرار هذا النجاح الصاروخي هو الاستفادة الذكية من اللاعبين المغاربة في أوروبا، لأنه وبالقياس فريق كوراساو رغم أنه معظم لاعبيهم هم من خارج البلد إلا أنه هزم ب7-1 أمام ألمانيا. وبالعودة للمغرب، أكثر من نصف لاعبي المنتخب في 2022 ولدوا أو نشأوا إما في فرنسا، هولندا، إسبانيا وبلجيكا، منهم حكيم زياش، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط. ورغم أن البعض لا يتقن العربية أو حتى الدارجة، وبعضهم لا يتكلم سوى بالأمازيغية، إلا أنهم وفي اللحظة المصيرية لم يختاروا تمثيل أي فريق أوروبي، بل اختاروا اللعب في صف بلدهم الأم. بدأت الجامعة حملة تجنيد مبكر، هذا تحصيل حاصل، يعني أنا عارف أي مغربي يعرفش. جواسيس في كل مكان للبحث والتنقيب عن المهارات الكروية. أولئك اللاعبين المغاربة القادمين من الدوريات الأوروبية خصوصا الليغ 1، بريمير ليج، لا ليغا، جاءوا وحقنوا خبرة ودماء جديدة في المشروع الوطني الكبير. ورغم أنهم عاشوا في أوروبا إلا أنهم وبسرعة استطاعوا الذوبان واخا يعني راه هضرنا عليه في الاول، راه الدراري كاع واخا عايشين برا في اوروبا ولا في الخليج، وانما كيجيو لبلادهم وكيعتزوا بمغربيتهم وكيبغيو بلادهم. خير دليل حبة المشماش زياش ونصير مزراوي والمرابط، كاملين عندهم روح وطني بلادي. راه مازال الانسان تيجي لاوروبا وداكشي راه كيشوف كيعرف باللي انه مغربي وكيحس براسو انه مغربي وكيفتخر بالمغربي ديالو. واه الاندماج مع اللاعبين المحليين، كل ذلك بفضل عبقرية المدرب وليد الركراكي الذي لم يبني فريق عادي تقليدي، بل بنى فريق بروح العائلة. سأعطيكم وليد الركراكي بنى فريق بروح العائلة. روح العائلة صراحة. يبقى وليد الركراكي من أحسن المدربين، راه هضرنا عليه في الأول. السر الذي كل ما سبق لن يكون له أي تأثير بدونه. السر هو كلمة واحدة: الثقة بالنفس. صدقوني يا إخوان، لولا فوالا الثقة بالنفس. هنا نهضروا على القضية ديال الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي المغرب خاص يثيق في راسو هاد الليلة هادي ويلعب الماتش نورمال. وراه دوك الاسكتلنديين راه ما يديروا والو معنا، راه حنا متفوقين عليهم ان شاء الله اداء، غنتفوقوا عليهم ان شاء الله اداء ونتيجه، وما نخافوش. وعادي راه الماتش عادي، راه غيتلعب راه ونربحهم عادي. راه بحال اسكتلندا عطيناها اكثر من القيمه ديالها. بحال اسكتلندا عطيناها قيمه اكثر من القيمه ديالها، اكثر من حجمها. راه شدوا المغاربه يدقدقوا، قولوا لي الدراري ارتاحوا. الثقة بالنفس لما وصل المنتخب المغربي لما هو فيه الآن. طوال سنين نسبيا كان المنتخب متواضع، الفرقه اللي ديال 98 ضربت ميقاس حاجيه، أو يمكننا أن نقول فاشل، وفي الغالب كانت نتائجهم محبطة للشعب المغربي. شخصيا لم أكن أتابعهم لأنني لم أكن أترجى منهم الكثير، لكن الآن كان تيلعبوا بيو، فهمت؟ كان تيلعبوا الدراري كيلعبوا بيو، يعني ما داخلاش فيهم يعني صناعه الكره وداكشي بحال دابا. لا، كانوا دراري بيو عادي، داكشي اللي عنده موهبه راه تيلعب، هذا هو اللي كاين. تغيرت المعادلة. بعد كأس العالم 2022 انهار حاجز نفسي كبير، وأنا متأكد أنكم أيضا أحسستم به، وهو ذلك الحاجز الذي يشعرك بالدونية حين تجلس مع نفسك وتفكر وتقول: يستحيل أن أصل لنهائي كأس العالم. هذا المستوى لا مكان فيه للعرب أو الأفارقة، ذلك المكان هو فقط للكبار: البرازيليين، الأرجنتينيين والأوروبيين. نحن هو المغاربه والمغرب الحياه كدير. المغرب راه جاش فراغ. حتى البرازيل حتى هي راه عندها اكاديميات، شي فرنسا حتى هي عندها اكاديميات، اسبانيا حتى هي عندها اكاديميات، والمغرب نهار يدير الاكاديميه انت كتشوف فيه شنو كيدير دابا. مكاننا في الأسفل، نشارك بعض المباريات كأننا بيادق هذه البطولة، ثم نحزم حقائبنا
ونغادر. ويمكن أن نقول بأن الفيفا كانت تريد من هذه الشعوب والفرق أن تفكر بهذه الطريقة حين تكسر جدار الخوف وتقف أمام اللاعب البرازيلي بكل ثقة في النفس، ولا ترى فيه شخصية خارقة أفضل منك، بل ترى في نفسك أنك أنت الآن أفضل منه، وهناك احتمال كبير أنك قد تهزمه، وهنا تنقلب المعادلة، يصبح هو من يخاف منك وأنت كارلو انشيلوتي سوله واش قال له واش انت خايف من المغرب؟ من تسبب له التوتر وليس العكس. ولو قرأتم التحليلات وفعلا يعني خير دليل الجزائر، يعني نهار ما طال ديال المغرب اش غادير غيرانين منهم عادي اش غادير. الرياضية في مختلف القنوات العالمية ستلاحظون أنهم يتفقون على أن البرازيل هم من كانوا متوترين ومضغوطين، في حين احنا نقدروا نقولوا هذه القضيه، احنا كمغاربه نقولوا هذه القضيه دي، راه شنا البرازيل متوترين، عرفتي الكازو تيبغي يعضوه، شنا وشنا المغرب الهدوء، شنا بوعدي قلت 18 عام تيرقص ليا في البرازيليين، ماشي زعما تيرقص ليا زعما هو ميسي، لا هو وسط ميدان واعر، هذا هو اللي كاين. المغاربة لعبوا بكل راحة وانسيابية حين تضع خصمك في مكانه الطبيعي مع عدم التقليل منه وثقتك بنفسك وقدراتك وفريقك، سترى الأمور من زاوية مختلفة تماما ستعطيها الحجم. نعم هو سلاح ذو حدين، عاوتاني بلا ما تاق في راسو بزاف، فهمتي واحد خاصو يبني الثقه ديال الناس مبنيه على امكانيه، المغرب كان عنده الامكانيه باش يهزم اسكتلندا ان شاء الله اليوم 3-0. الذي تستحقه، وسيصبح الهدف ليس المشاركة فقط بل بلوغ النهائي، ولما لا الفوز بالكأس نفسه. وكنت قرأت تغريدة على منصة تويتر حتى هو كيشاطرني نفس الراي، باغي يربح الكاس وغادي نربحوا الكاس ان شاء الله. É fácil de entender. Marrocos غنختموا عاوتاني بالمحلل البرازيلي، نخلي نسمعوا شي يقول. tem um time, tem um treinador, tem um time. O time foi quarto lugar na Copa do... Olha, cara, eu nunca imaginei انظر يا رجل، لم اتخيل هذا خلال 50 او 40 سنه. em 45 anos de carreira que eu tenho. Hoje Marrocos tem uma صدمه هذه والله، لا صدمه بالله، هذه الصدمه ما بعد الماتش، الصدمه ما بعد الماتش، ماشي الصدمه في وسط الماتش، ما بعد الماتش. seleção melhor que a seleção brasileira. Então o resultado foi normal. Perdeu 2-1, resultado absolutamente normal. Uma seleção de Marrocos. في الختام بغيت نقول لكم حاجه واحده، الكره كتبقى كره، والمنتخب ديالنا كيبقى هو ديما الاول، وما تخليوش نتيجه الماتش واحد ولا لحظه غضب تخليكم تفقدوا الثقه في المجموعه اللي فرحتنا بزاف المرات. هادو ولادنا وهذه رحله طويله، والتعثر يكون هو بدايه النجاح الحقيقي. دابا وقت نساندو، وقت نكونوا يد وحده ونعطيهم الدعم اللي كيستحقوا باش يرجعوا اقوى. شكرا لكم كاملين على التفاعل ديالكم. اليوم عندنا بث على منصه كيك، غنقلوا فيها الماتش وغنعيشوا الحماس ديال الماتش وغنتفرجوا في الماتش وغتفرجوا معنا مباشره لايف ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لوفائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.